يتطلع المنتخب المغربي لإنهاء التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال بنجاح من أجل الصعود لمونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 من مختلف القارات. وأوقعت قرعة التصفيات الأفريقية للمونديال منتخب المغرب في المجموعة الخامسة إلى جانب زامبيا والنيجر وتنزانيا والكونغو وإريتريا. إليكم ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم 2026. يحتل المغرب المرتبة الأولى ب9 نقاط جمعها من 3 مباريات، يليه المنتخب النيجر ب6 نقاط جمعها من 3 مباريات، رفقة المنتخب التنزاني بعدها زامبيا ب3 نقاط. فيما يتدلى ترتيب المجموعة المنتخب الكونغو وإريتريا التي لم تلعب أي مباراة. بخصوص القنوات التي تنقل المباراة المنتخب المغربي ومنتخب النيجر، فالقنوات SS السعودية وقناة الرياضية المغربية أعلنت نقلها لمباراة